ليش؟ ألف 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 مبروك تقبضني. والله فرحت لك من جوات قلبي. الله يبارك فيكي ماما ويخلي لي اياكي. مبروك حسام. الله يبارك فيك بابا. ايه هيك ها؟ نجحت بالبكالوريا وبيضت وشنا ومشي الحال. ايه نجح وبس، اعازك وعوازك والف رقعه بانبازك. يعني هدول 220 علامه بقلم نشرح بدهم 220 زلغوطه. يا ستي الحق معك، فعلا ما توقعنا يطلع كل هالشي من حسام ابدا. ليش بابا؟ يعني كان عندك شك بقدراتي؟ لا، ما كنت شاكك بقدراتك، كنت شاكك بشغلات تانية، وبيني وبينك كنت خايف عليك من رهبة الفحص. هو بصراحة أنا كنت مرعوب كتير، يعني ليلة الفحص بالذات ما غمض لي جفن طول الليل، ورحت على الفحص ووشي مبجبج وعيوني منفخين ولوني أصفر مثل هالقميص من كتر الخوف، مع إني أنا كنت محضر كتير، بس الواحد بضل يحسب حساب للمفاجآت بابا. معك حق يا حسام، ما بلومك أبدا، كل الطلاب عم يصير معهم نفس الشيء، لأنه طريقة الامتحانات عنا مرعبة ومخيفة تماما. يعني بيضل الطالب عايش على أعصابه وعم يتحسب ومو عرفان الكم منين رح يجي. بتلاقي الطلاب يا أم حسام عم تسأل بعضها يا ترى السنة بأنو مادة رح يضربونا؟ وأنو مادة رح يرفعوا معدلها؟ وقديش بدهم مجموع العلامات العام؟ ويا ترى في أسئلة تعجيزية مثل جنس الملايكة ذكر ولا أنت؟ أو شو تعداد السكان بالكرة الأرضية من عند ولادة آدم لحد هلأ؟ وهذا كله غير جو الإرهاب اللي بيصير عنا بالقاعات. المهم هلا اتركونا من الذي مضى وخلونا نفكر لقدام. انت اكيد رح تسجل طب، مو هيك تقبرني؟ بصراحة ماما لسه متردد شوي. ليش ماما؟ يعني ماما أنا لحد هلا ما كتير مقتنع بالطب. هلأ شو بدك بالطب أنت تانية؟ يعني ما عاد صفي غير طب؟ ضروري تتباهي قدام نسوان الحارة إنه ابنك صار دكتور؟ معك حق بابا، مو شرط أبدا كل واحد جاب علامات طب يسجل طب. أحييك من قلبي، بقى فكر على راحتك وشوف شو رغبتك وسجل بالفرع اللي بيناسبك يا سيدي، وإن شاء الله يكون معهد مو كلية جامعية. إيه هذا مستقبلك بابا، مستقبلك أنت حر فيه. يعني ما بتزعلوا شو ما سجلت؟ أوف، وليش لحتى نزعل بقى؟ مستقبلك هاد يا حسام، مستقبلك بابا، وانت اللي بتحدده مو نحن. بصراحة بابا وزارة الثقافة أعلنت عن بعثة لأوروبا وأنا حابب أقدم عليها. يعني بدك تسافر؟ اتركيه ام حسام، اتركيه، لا توقفي بوش الولد من هلا. مستقبله هاد، مستقبله، نحن ما دخلنا. وإذا حابب يسافر شو المانع؟ سافر، شو عليه؟ كمان الدراسة بأوروبا مو قليلة منوب، فيها مجالات أوسع من عنا بكتير. ايه حسام؟ ايه بابا؟ أنا من رأيي إنك تقدم على البعثة فوراً، بس ما قلت لي شو بدك تدرس بأوروبا؟ رقص. نعم؟ شو هاد؟ رقص بابا، رقص. بدك تسافر لأوروبا لتدرس رقص؟ ايه بابا، شو بك ليش مستغرب؟ ليش لا استغرب؟ ماني مستغرب بابا، أنا مسعوق. يخرب ديارك انت الثاني، بدك تدرس رقص؟ ليش الرقص والخلوعة بيندرسوا؟ طبعا ماما، هذا اختصاص مثله مثل أي اختصاص تاني، وعم بياخذوا فيه شهادات عالمية ودكتوراه كمان. ايه؟ وشو بدك تطلع بعد ما تتخرج؟ رقاص ولا دبيك؟ لا، واذا مثلا ابو راتب السمان، ابو راتب سالني شو طلع ابنك يدرس باوروبا، شو بدي اقول له؟ عم يدرس رقص؟ عم يدرس خلوع وهز خصر؟ لك شو بدي اقول للناس؟ شو بدي اقول لهم؟ ايه ابني الله يرضى عليك، بلا مزح سئيل هلا ولا إلك غير هالشغله. وليش هيك عم تحكوا معي؟ ليش هيك عم نحكي معك؟ عدم المؤاخذة، عفوا. فعلا هذا ما بينعطى وش ابدا. لك يخرب بيتك وبيت بيتك، تاري مو خرج الواحد ابدا يتركك على كيفك. لك عم نقول لك يا روحي يا عيني، اختار الفرع يلي بتحبه والاختصاص اللي بيناسبك وشوف شو رغبتك وسجل، واذا بدك تسافر سافر ما في مانع، بس مو تدرس رقص يرقصوا على قبرك الهي ويدبكوا. يا بابا الرقص اختصاص مثله مثل اي اختصاص تاني. بس ولا بس بلا علاك فاضي، وجعت لي راسي. فعلا في ناس ما بتلبق لها الحريه منوب ولا بشكل من الاشكال. على كل حال بسيطه، انا اللي بدي اسجلك بالجامعه، انا بايدي. طيب شو بدك تسجلني؟ انت ما دخلك منوب، بص على نصتك. انا رح اشوف الفرع اللي ماشي سوقه اكثر من غيره وسجلك فيه. الرقص قال هذا اللي كان ناقصنا، ترقص الدبب على بطنك ان شاء الله. ايه استاذ مأمون، باعتبارك محامي وخريج حقوق، شو رايك نسجله لحسام؟ نسجله حقوق؟ شوف، هي صحيح كلية الحقوق
كلية عريقة واسمها لامع، وكل رجالات سوريا والسياسيين الكبار تخرجوا منها. إيه بس هلا كل شيء تغير. يعني شو بده يشتغل بشهادة الحقوق؟ محامي؟ يا أخي المحاماة صايرة صعبة كتير بالأيام، والمحامي جديد صعب يمشي، والقضايا عم تفوت على القصر العدلي وما عم تطلع. بعدين الشغلة بدها علاقات واسعة وصيت واسم لامع ومكتب بنص البلد وخبرة وسماسرة لحتى يجيبوا له القضايا. واخر طب الكيل عم يتهموا المحامي بالاحتيال واللوفكة والمواعيد الكاذبة والبلع. يعني المحامي صاير وش مقابحة مع الناس. طيب إذا قلنا ما رح يشتغل محامي وبده يتوظف بالشهادة، أي وظيفة، ومعلومك الوظيفة بدها مسابقة وهات يتعين وهات ما يتعين. ولنفرض انه تعين، شو راح يطلع منه؟ راح يتوظف ب 4000 ليرة بالشهر؟ طيب واذا كان حظه قوي ومعدله عالي وتعين قاضي، لا تنسى انه عنده خدمة برات الشام، مدري كم سنة. بعدين بده يستأجر بيت ويتغرب ويتشنطط، وما راح يصمد لا حق سيارة ولا حق حمارة، بده يروح على شغله بالميكرو ويرجع بالسيرفيس. يعني وجاهة على الفاضي على قوس المحكمة وتعتير وبهدلة بالشوارع. إيه بقى لشو هالتعب كله؟ أنا من جهتي ما بنصحه بالحقوق أبداً، خليه يدور على اختصاص تاني. اسمع من الدان. صدقيني يا وفيق هم مصدقين تشوفوا دكتور. ها اجا ابو حسام. السلام عليكم. طمني شو صار معك؟ والله يا ام حسام ما نصحوني ابدا بالمحاماه، منوب ما نصحوني. ايه خلص بلا هالمحاماه. شوف له كرية الطب. إيه والله طاقة قلبي على ما اشوفه دكتور ولابس مريول ابيض يقبر عظامي ان شاء الله. سمعاني شلون معلي الموسيقى؟ هلا شفته وانا فايت عم يترقص، هذا منظر دكتور هاد؟ حول الله. لك حاجه تترقص مثل القرد ولا؟ عيب استحي على حالك. يا أخي أنا معك، كان الطب من زمان يعمل ثروة، ما قلت لك لا. وكثير من الناس قطفوا ثمرة هالشي لما كانوا الدكاترة بالبلد معدودين على الأصابع. بس هلا يا أبو حسام الوضع تغير تماما. أنت بتعرف يا أبو حسام إنه نحن عنا أكبر نسبة أطباء بالنسبة لعدد السكان بالعالم؟ وإذا رح يستمروا بهالكثافة رح يصفي لكل 50 مواطن طبيب. وبهالمناسبة قوم لأعمل لك فحص عام. قوم. لا ما بري شيء. لك قوم. الله. بتعرف شايف لك هالأطباء بدهم يحملوا شناتيهم ويروحوا يدوروا بالشوارع مثل مطهرين الأولاد لحتى يلاقوا لهم شي مريض، أو بدهم يقعدوا بعياداتهم يكشوا دبان ويخصوا عجول من قلة الزباين. طيب إذا هال50 مريض تبعات ابنك ما مرضوا، شو بده يعمل بحاله؟ قلي لشوف. بعدين يا عمي الطب صار اختصاص، يعني الطبيب بتاع كله خلاص ما عاد يمشي بهالعصر. ليش؟ لأنه الناس انفسدت وما عادت تروح إلا لعند المختص. يعني إذا الواحد وجعه راسه بيروح لعند دكتور الأعصاب، وإذا شكته شوكة بإصبعته بيروح لعند بيراجع دكتور الجلدية، وإذا انسطموا مناخيره بيروح بيراجع دكتور الصدرية. بقى وين لا يتخرج ويخدم عسكرية ويختص ويفتح عيادة وينشهر ويشتري أجهزة، لك شغلة طويلة كتير. بقى ما بدك إياها اسمع مني. يعني حضرتك ما بتنصحني بالطب؟ أبداً ما بنصح فيها أبداً. ليش فكرك طب الأسنان أحسن من الطب العام؟ غلطان كتير. أبو حسام مين نصحك هالنصيحة؟ واحد صديقنا. إيه هذا مع احترامي إله مو عرفان الله وين حاطه. يا حبيبي طب الأسنان تفضلون. أنت بتعرف قديش حق الكرسي لحاله؟ لا والله. 400,000 ليرة، هذا طبعا غير الأجهزة وباقي العدة. يعني تجهيز العدة لحاله رح يكلفه حوالي 1,000,000. هذا على فرض انه انوجدت العيادة. بقى شوف لي كم سن بده يحفر، وكم ناب بده يحشي، وكم ضرس عقل بده يقلع، وكم حنك بده يفك لحتى يطالع هالمبلغ.
بعدين دخلك على هالشغله يعني واقفه طول النهار على اقصاب الرجلين، ويمكن يطلع له دوالي وعلى اخ وايخ وريحه بنج وادويه. عليم الله لسه الحلاق شغلته انظف واحسن وما بدك كل هالكلفه. بقى ما بنصحك بطب الاسنان ابدا، ما بدك اياها منوب. مو نصيحه، اسالني الي. ليش انت مفكر انه الصيدلي عنا مثل الصيدلي ببلاد برا بيركب ادويه وبيخترع عقاقير؟ لا سيدي، ما في شيء من هاد. عنا الصيدلي عباره عن بياع ادويه وشامبو ومعاجين اسنان، يعني بيحفظ اسماء هالادويه وانتهت القصه. باختصار اذا ابنك جاي على باله يصير صيدلي فليش لحتى يدرس ويعذب حاله؟ خليه يتعلمها تعليم مثل ما كل هالناس عم تساوي. يعني 3/4 صيادله البلد ما معهم شهادات صيدله، وهي انا قدامك. ليش انت مو دارسه صيدله؟ لا سيدي، الشهاده باسم جوزي والصيدليه كمان باسم جوزي، وانا بسن زمان تعلمت لك المصلحه وصرت اشطر منه، وهلا جوزي ترك لي الصيدليه الي وراح هو يشتغل بالتعهدات. ايوه. طيب ما بتنصحي ابني يدرس صيدله؟ هي بصراحه المصلحه حلوه وناعمه وفيها قرش نظيف، وخصوصي اذا اشتغل بالتهريب وبيع الادويه المهربه، لانه الناس مثل ما بتعرف بتوثق بالدواء الاجنبي كثير. بقى اذا حابب ابنك هالشغله اسمع مني وبلا ما يضيع 5 سنين من عمره بالجامعه، وزدته بالسوق من هلا، وانا مستعده شغله وعندي بدوام مسائي. بقى فكر ورد لي خبر ابو حسام. ماشي الحال، شكرا. أخي بلا هندسة بلا مهندسة، اسألني إلي. لأنه باختصار مهندسين العمارة والمدني صاروا أكثر من الهم على القلب. بعدين تعال أقول لك أبو حسام، وين البناء والعمار؟ اطلع حواليك، كل شيء جامد بالبلد، لا حدا عم يعمر ولا حدا عم يبني، واللي قدران يعمر له بلوكة فوق بلوكة ما بده مهندس، والمشاريع الكبيرة إلها ناسها. أما إذا كان ابنك حابب يشتغل بهالشغلة خليه يشتغل بالتعهدات، أربح له وأفيد له. ليش ليدرس ويوجع راسه؟ ما بده إياها. اسمع مني. طيب وهندسه الميكانيك والكهرباء شو رايك فيها؟ على أضرب. اسألني ليش؟ لأنه أول شيء دراستها صعبة كتير، لا وفي ناس بتفوت على الكلية وما بتطلع من صعوبة دراستها. وتاني شيء ما لها شغل حر، يعني آخرتها موظف بهالدولة. قول المهندس المدني أو العمارة بإمكانه يفتح له شي مكتب ويسترزق له شوي. أما مهندس الميكانيك والكهرباء شو بده يفتح؟ يفتح ورشه. ورشة شو يا أبو حسام؟ أنت إن شاء الله بفتكر إنه المهندس وقت اللي بيتخرج بيعرف يفك برغي؟ كلها دراسة نظرية، لا بتسمن ولا بتغني عن جوع. وفرضاً نوى يفتح له ورشة ويجيب عمال تشغيل تحت إيده، قديش فكرك بده راس مال؟ بدها بلاوي زرقاء. بقى ما بده شغلة الهندسة. واسمع من هالدقن، اسألني إلي عمو أبو حسام، هاي أنا خريجة علوم طبيعية، دخلك شو طلع مني يعني؟ يا سيدي ب100,000 زور وب100,000 واسطة لحتى قدرت أحصل على الوظيفة اللي أنت شايفها. صدقني لو ما كان معي شهادة كنت رح أتوظف بنفس الراتب تقريبا. إيه بقى لشو الدراسة ووجع القلب دخيلك؟ بعدين دراسة العلوم صعبة، لا تفكرها سهلة. على خدوا شرحوا لي هالجرادة وصوروا لي هالصرصور وطالعوا كلية هالأرنب وصوروا لي هالخنفسة، يعني شي بيطالع الروح وبيمقت النفس. عمو يعني هو حابب يدرس علوم؟ الحقيقه هو محتار شو بده يدرس، ونحن محتارين معه كمان. إيه ما بدها شي الشغلة، شوف المعدلات شو بيطلع له كلية، يغمض عيونه ويسجل. لا من جهه العلامات علاماته عاليه، بيطلع له كل شيء. مشان هيك محتارين. على كل حال أنا ما بعرف، من جهتي ما بنصحه بالعلوم، بفضل علي التجارة. لك أنو تجارة هي؟ اسألني إلي. يعني ما شاء الله شو في عنا تجارة ناشطة وشركات كبيرة بدها مديرين أعمال. يعني قد ما طلع ونزل بدراسة تجارة آخرته محاسب.
ارقام وحسابات ووجع راس، بقى ما بده اياها ابدا، لا له غير فرع. اسمع مني، حبيبي الصحافة مهنة المتاعب، مهنة الفضايح، مهنة وجع الراس. بعدين نحن ما عندنا صحافة بالمعنى الكامل بالبلد، كلهم كم جريدة سياسية وكم جريدة رياضية وجريدة إعلانات، وكل جريدة من هالجرايد ثلاثة فيها 1000 صحفي. بعدين دخيلك اللي عنده موهبة بالكتابة بيصير صحفي بدون ما يدرس. أصلاً 3/4 الصحفيين المشهورين ما معهم شهادات صحافة. خريج الآداب عم يشتغل بالصحافة، خريج الحقوق شرحه، لك حتى خريجين الهندسة والطب والعلوم ما وفروها. بقى ليش ليحصر حاله بهالمجال الضيق؟ خليه يدرس أي فرع أدبي تاني ويشتغل بالصحافة بنفس الوقت، شو اللي بيمنع؟ بقى اسمع مني، ما بده إياها دراسة الصحافة، دور له على غير كلية بيكون أحسن. تاريخ، جغرافيا، فلسفة، كله بينفذ على بعضه. تسألني ليش؟ ليش؟ لأنه آخرته أستاذ مدرسة. يعني مو منيح؟ ما قلنا هيك، بالعكس، التدريس مهنة عظيمة كتير، بس ما في مين يقدرها، والطلاب صايرين غلاظ، وما حدا عم يجي على المدرسة مشان يتعلم. الله وكيلك، صار لي 20 سنة عم درس، قضيتهم بين الطلاب وريحة الطباشير، فنيت عمري فني. وشو كانت النتيجة؟ لا جزاء ولا شكورا، زتوني بالشارع مثل الخرقة. يعني تركت التدريس حضرتك؟ مو أنا اللي تركت، هن طالعوني. هذا يا سيدي يتغلظ علي بالدرس ابن واحد مهم، قمت طالعته برات الصف وبهدلته قدام باقي التلاميذ. قاموا طالعوني من سلك التدريس كله وبهدلوني قدام الأساتذة. بقى شو بدك بهالشغلة بتوجع الراس؟ التدريس بهالأيام وجع راس. ما بدك شغلة، ما بدك يا منو. معهد رياضي، ايشونا اصلا نطلطه يا استاذ، بعدين شو مستقبل استاذ رياضه؟ يعني كله بده يرجع للتدريس ووجع قلب والتزام. لا عمي، دورنا على غير شغله. طيب شو رأيك ببقية المعاهد؟ المعاهد كلها عجقه وقله واجب. في نوع من المعاهد ملتزمه فيهم الدوله، وهدول الطالب فيها بيطلعوا الوظيفه اجباري، بس وين بيوظفوه الله اعلم. بعدين في معاهد ما ملتزمه فيها الدوله، يعني بيطلع الطالب من هون على الشارع رأسا، لا شغله ولا عمله، وهدول النوعين ما بدك اياهم بنوب. بعدين تعال اقول لك، واحد بيصح له يسجل ابنه بالجامعه، بيسجله بمعهد. الله يصلحك. شو صار معك ابو حسام؟ رح يروح وقت التسجيل على الولد ها؟ شو بده يصير يعني؟ ما صار شيء، ما بدنا نسأل ونستفسر بالأول؟ اللي حد هلا ما خلصت اسئله واستفسارات. والله شي بحير يا ام حسام، والله شي بحير. خدي امسكي الدفتر. شو هاد؟ شو رح تعمل؟ بدي احكي كلمتين مع حسام. حسام؟ نعم بابا. أنا من رأيي إنك تقدم وراءك على بعثة الرأس. عن جد بابا؟ بابا شو اللي غير رأيك؟ يلي غيره إنه هذا الاختصاص الوحيد يلي ما انمعطت البلد فيه لسه. لك ما كنت تتربى يا ابو محمود، لامتى بدي ضل عم بغلبك؟ صحيح عم تغلبني بس مو بشطارتك. ايه اسمعوا على الحكي، لك بشطارة مين؟ انا الحظ معاندني اليوم، ما بعرف شو صاير لي. امبارح ما بتتذكر شو سويت فيك؟ العمايل عملتها فيك. لك نحن اولاد اليوم لك عمي، شو بدنا من امبارح؟ اصلا انت عم بتقلد طريقتي باللعب. قال الدودة بدها تقلد الحية، مطت حالها قامت نطعت. هات شاي على حساب ابو محمود يا طاهر. جاهزين مختار؟ حط اخي حط. العافية يا مختار. اهلين ابراهيم، لك شو جابك لهون؟ ما قلت لك خليك بالمضافة لبين ما اجي انا؟ صحيح يا مختار، بس في شخص من قرية تل الجنادي بالفوقة بده يحكي معك.
وليش ما جبته معك؟ مين قال لك ما جبته؟ ليكو جبته. تفضل يا اخ. على العافية شباب. اهلين وسهلين، تفضل اقعد اخي. ما بقدر بقعد، مستعجل، البوسطة عم تستناني، بس مدير الناحية بعتني حتى خبرك انه جناب رئيس البلديات بالعاصمة بده اياك شخصيا. رئيس البلديات بده ياني؟ شو بده فيني؟ هات لشوف، خبرني شو القصة. لا بعلمي ولا خبري، ما على الرسول الا البلاغ. وهي العنوان. انت بتعرف عنوان رئيس البلديات بالمدينة؟ لا، ولا بعمل رحت لعنده. عظيم، هي العنوان معك. ماشي، يلا السلام عليكم. الله معك اخي، مع السلامة. الله يسلمك. شو بده مني رئيس البلديات؟ مرحبا يا عم. اهلين وسهلين ومرحبتين. دخيل عيونك، بدي اسالك، بتعرف لي وين بناية رئاسة البلديات؟ رئاسة البلديات؟ وين قالوا لك؟ قالوا لي هون بهالنواحي، بس خايف امشي على عماها وضيع. ايوه، قلت لي رئاسة البلديات. إذا ما بيصير سئلة، حاكم بدي لحق الدوام قبل ما يخلص. ايوه. ابو ايش مرزهورة انت؟ الداعي ابو مرزوق، مختار ضيعة مرج البراغيث. شوف يا ابو مرزوق، بتروح دغري دغري بدون ما تلتفت لا يمين ولا شمال، هيك لحتى توصل لساحة كبيرة اسمها ساحة الأمويين. بتحط الأمويين ورا ظهرك وبتمشي لقدام، بتلاقي قدامك ساحة الوحدة العربية. ايوه، وشو اعمل؟ فوت فيها؟ لا لا لا، اوعى، ما بدك هالفوتة، في مطب كبير هنيك لأنه. ولشو المطب؟ مشان المتهورين يخففوا من حماسهم واندفاعهم ويبطئوا خطواتهم ويدوزنوها. طيب وشو الحل؟ انسالي الوحدة العربية هلا ولف على اليمين، بتلاقي قدامك طلعة التحرير. اطلع فيها؟ لا، هالطلعة قاسية كتير وصعبة، وقدامها منزلق قوي ومنحدر شديد. طيب شو ساوي لك؟ معلش يا ابو مرزوق، انسالي طلعة التحرير هلا، اصلا طلعة التحرير مو مزفت منيح، كلياتها عفرة وتراب وغبار، والطريق إلها ما في لا اشارات ولا شاخصات، وانت زلمة على نياتك، يعني بخاف تتوه وتضيع. لا، وتزفيت طلعة التحرير بده تنسيق من جميع البلديات، بلدية واحدة ما بتكفي. طيب وبعدين؟ ها قلت لي وبعدين. بمجرد ما توصل لهنيك اعوج على اليسار هيك لحتى توصل لشارع بغداد، وبدك تنتبه منيحة، هنيك في تحويلة. يعني ما بقدر فوت بشارع بغداد؟ والله هن عم يسمحوا للناس يمروا منه أول بأول، سرسبة، بس ما عليه ضغط كبير لسه، مدري عم يعرضوه، مدري عم يعملوه ذهابا وإيابا، ما بعرف. على كل حال ما بدك الفوتة قبل ما تتوضح الأمور ويزفتوه ويمهدوه ويخططوا له منيح. لا، وبخاف تتفركش وتوقع على خندق رقبتك، وشرطة السير رح ترجعك من نص الطريق. طيب بدون ما نفوت بشارع بغداد، وبعدين؟ كبر فشختك، بتقوم بتلاقي بوشك حديقة كبيرة، شجرة يبسان ومليانة شوك وبحراتها نشفانة. وشو اسمها الحديقة؟ حديقة النصر. الحاصلو بتتركها بتمشي بمحاذاتها، بتلاقي زاروبة ضيقة، اصلا رح تشم ريحة سياقاتها ومجاريرها من سفر سنة، وكلها طين ووخم. طيب وشو ساوي بعدين؟ لا تساوي شيء، اسألهم وين شارع البلديات وهن بدلوك. سيدي مختار برج البراغيث برا. قل له يدخل. تفضل يا مختار، تعال. يلا يلا، يعطيكم العافية سيدنا. اهلين مختار، اهلين وسهلين، تفضل عود. الله يزيد فضلك، كاسة مي لك يا ابني، الله يرضى عليك. تكرم. ايه يا مختار. نعم. جناب مصباح بيك مسواك ابن ضيعتكم، ما هيك؟ منو هاد سيدنا؟ ولك شو منو هاد؟ يخرب ديارك، هذا رئيس البلديات الاول بالبلد. انعم واكرم منك ومنه يا سيدنا، اهلا وسهلا. هو الحق بايدك ما تعرفه، لانه هو نفسه ما بيعرف ضيعته منيح، وما بيزورها الا كل 10 سنين مره. المهم المسؤول الثقيل هاد جاي يزور ضيعته مرج البراغيث، ولهالسبب بدي منك تزين الضيعه وتعلق اللافتات بالساحه وكلها عبارات ترحيب بالضيف الكبير. عفوا سيدنا، انا شو بفهمني بكتابه اللافتات؟ لا ولا يهمك، انا مجهز لك العبارات المناسبه.
وما عليك الا تعطيها للخطاط حتى يظبط لك اياها معرفته. بس فلوس بالمخترة ما في، منين بدنا ندفع؟ شلون منين بدكم تدفعوا؟ هلا ما رح تقدروا تدبروا مبلغ بسيط يغطي هالمناسبة؟ ولو هذا من ضيعتكم. ايه صحيح بس طيب ولا يهمك، انا رح اصرف لكم المبلغ، بس بدي منك تبيضوا الوش. يعني بدي تعلوا اللافتات بمكان بارز وتذبحوا خواريف وتدبكوا وتهيصوا وترقصوا من اول ما بيحط رجله بالضيعه لحتى ينهي زيارته. ما بدنا مقت وتعاسه. بده يطول جنابه بالضيعه؟ لا ما بتصور، بده يبوس ايد امه ويدور على قبر ابوه ويتغدى ويمشي. حاضر سيدي، الامر امركم. ايه يا مختار، بدي منك تمرن عن زكريا مشان تاخذ من عنده بعض عبارات الترحيب. الحمد لله. حاضر سيدنا، بدي اسالك امتى بدك تبلش الزياره؟ ما تحددت لسه، يعني بهالكم يوم. بتأمرونا شي تاني؟ مع السلامة. يلا الله معك. نراكم بالخير. شكرا. مع شكرا. يا الله. علقوها هنيك لك ابني، يلا بسرعة لشوف. ايه يا مختار مالت لنا؟ امتى بده يوصل مسواك بيك على الضيعة؟ والله مو مبين لك ابني، ولك علق اللافته منيح، اطلع على السلم لك ابني. وانتوا يا اولاد ديروا بالكم على اللافتات، ها، اوعى تلمسوها حتى مجرد اللمس، بعدين بدهن ادنيكم بالدبس، ها، مفهوم؟ نعم سيدي نعم. بتأمروا مصباح بيك، يعني بإذن الله بعد بكرة رح تتهونوا على مرج براغيث؟ عظيم جدا، ونحن بالمعية إن شاء الله. لا ولا يهمك مولانا، أعدت الترتيبات كما يلزم وحسب المقتضى. احتراماتي مولانا، احتراماتي. الله معكم. يا زكريا، شو مختار؟ اطول مصباح بيه على اساس 12 دور بلجي رح تغيب الشمس ما اجا. لك يا ابني الغايب عزمه معه، لا تفوز علينا، على الاسطوح حسب الجو، بسرعه. يا مختار كبش رح يموت من رعبته وانا ماسك السكين فوق راسه. بسيطة يا ابني، إلا ما يجي الأكابر تتأخر لتتغدى. يا مختار بجوز حاسب حساب النومي عند امه. ولك الخلاسي ولك بهيرة، ليش امه عندها فرش العنام عندها؟ بيتها مليان عنكبوت وعقارب. شو يا طاهر؟ بين حدا من عندك؟ والله يا مختار ماني شايف الا طرش معزة ابو مرعي عم يرعى من بعيد. طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم يا شباب. مصباح بيك براسه مليون شغلة وشغلة. الله أكبر. ولك يا طاهر شايف من عندك حدا؟ ايه شايف؟ شو شايف؟ شايف ابو ملحم عبيد هاني الجمل بالاطرام تحت التوته الكبيره. الله لا يعطيك العافيه، ولك انزل لك انزل عندي. لك كيف بده ينزل؟ خليه فوق، مين بده ينبهنا اذا اجوا؟ ولك يا بهيره يبدو مصباح بيك مو جاي، ساكتين هذا مكبر الصوت انصلح راسنا. حاضر يا مختار. وانتو كل واحد يروح لحال سبيله. سيدي مثل ما بتأمروا. بس هي رابع مرة بتأجلوا فيها زيارتكم سيدي. لا العفو الله يخليك. لا أبدا مو هذا القصد. بعرف سيدي، بعرف إنه ظروف طارئة والسياسة العليا أهم من زيارة المجاملة. نعم سيدي. بس أنا عم أقول يا ريت تعطونا موعد حتى نعطي خبر لأهل الضيعة.
انت سيدي بعد شهر ايه مثل ما بتأمروا سيدي. لا ولو ما حدا تزمر ولا حدا احتج. لا وبالاخص هذول اهل ضيعتكم سيدي، وكلهم بدهم الرضا ومشتاقين ليكحلوا عيونه بطلعتكم البهيه ونور وجهكم الساطع. نعم سيدي مبسوطين يا سيدي، مبسوطين وعم يناموا ويفوقوا ويحلموا بهالزياره هي. حاضر سياده المصباح. سياده امركم سيدي، امركم، مع السلامه. ايه بس بعد بالزياره سيدي؟ عم يقول بعد شهر، بس المشكله انه اهل الضيعه ما عادوا صدقوا. ايه الحق معه، هي صار رابع برا بيوعوا بالزياره وبيخلف. سيدي يصطفي منه لاهل ضيعته. العمى يعني ماني مصدق انت اخلص من القصه بقى، كانه ما عاد لي شغله ولا عمله الا ترتيب موعد الزياره. ولك انزلي يا بهيره، لسه واقفه على سطوح مثل فزاعه الطيور. شلون انزل يا مختار؟ بلكي اجى مصباح بيك حاكم اليوم موعده. ولك هذا كذاب، قصدي اقول ما له قول، قصدي اقول مشاغله كثيره، ما على كلامه رباط. ولك انزلي يا بهيره، ما داب بزر مخك من الشمس، الدنيا الظهر، لو بده يجي كان اجا. هو اعطانا موعد من شهر. مرحبا شهر، شفناه فوق وشفناه تحت. انزلي بقى انزلي. مالي نازله. لك اتركها ابو محمود، اتركها، الله يعينها على عقلها. تعود يا مختار شايفه غبره من بعيد وجاي يصوبنا. ولك اخرسي بقى يا مجنونه، صرعتي لنا راسنا. عم قلك شايفه غبره عم بتعجعج. ولك هذا ابو نعيم راجع بطرش المعزه تبعه، هذا وقت عودته. لك اسيبك منا يا هات المنقله يلعب، هات ما بي علينا غير بهيره. هات المنقله يا ولد. يا مختار لك شبك كانه راسك عارف. رئيس جناب وفد المصباح. لك شو في احكي، شو قصدك؟ في 3 سيارات جايين، يمكن مصباح بيكها. العنين لا تقولها. إذا قالت بهيرة فصدقوها، إن القول ما قالت بهيرة. ولك يا بهيرة شايفة من عندك شيء؟ ماني شايفة شيء، ما دخلني. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا يا عمو يا عمو ارجعوا شوي، ارجعوا. يعطيكم العافية. الله يعافيك ويطول بعمركم يا سيدنا. شو يا فؤاد؟ أمروا سيدي. الظاهر مالكم عاطين خبر بموعد زيارتي؟ عاطين سيدي عاطين. لكن شو القصة؟ عفوا سيدنا، الحق عليكم، انتم طولتوا ما جيتوا، فإنا لحالنا بجوز ما لنا قد المقام وما بنستاهل تشريفكم. لا مو هيك سيدي، عفوا. نحن قصدنا يعني انه بجوز مشاغلكم كثيرة، اعمالكم ما خلتكم تجوا تزورونا بالوقت المناسب. لا تاخذونا سيدي. وليش ما تابعت الأمر يا فؤاد؟ تابعته سيدي، تابعته، حتى أعطيته حق الخواريف واللافتات وحق زينة ومن جميعه. صحيح هالكلام؟ مزبوط سيدي مزبوط. وين الخواريف واللافتات لكان؟ الخواريف ذبحناهم واكلناهم سيدنا، اما اللافتات يعني العفو منكم يا سيدي. شو سويتوا فيهم؟ كبيتوهم؟ لا شو نكبوا سيدنا؟ معقول نحن نكب اموال الحكومه؟ لكن شو سويتوا فيهم؟ عن اذنك سيدي. تعالوا يا اولاد. العمى بقلبك، شو هاد؟ عفوا سيدنا، يعني خفنا الهواء يشرط اللافتات فنزلنا اللافتات وفصلناها ثياب لاولادنا. تفضلوا سيدنا على النظافه لنقوم بالواجب. تفضلوا سيدنا تفضلوا. لا ماني شي، مرة تانية مستعجل.
سيدنا اتغدوا عنا على القليله. لا مالي شيء، مرة ثانية مستعجل. طيب زوروا قبر الوالد رحمة الله عليه. قريت له الفاتحة على الطريق. طيب شو رايكم تبوسوا ايد الوالدة؟ بنبعت بنجيبها سيدنا. لا خلصنا بقى، حاجة العيد. إيه؟ نرجع من نفس الطريق سيدي ما في طريق ثاني؟ انا رح دلكم على طريق مختصر، طريق اسمه كعب الوادي. سيدنا بتروحوا من هون دغري 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 بتلاقوا منعطف على كتف جبل ومنزلق فيه صخور وحيايا وعقارب، بتصحطوا فيه هيك لتوصلوا لسفل الوادي.